السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم معاكم في موضوعين، لكن حخليها في مقطع واحد. الموضوع الأول فيما يخص الأفدغ المدعو وسيم يوسف، والموضوع الثاني للحادثة الأليمة المجزرة اللي صارت لإخواننا المسلمين في نيوزيلندا في مسجد النور والمسجد الآخر. خلونا أول شيء في الأفدغ وسيم يوسف. أنا قبل سنة تقريبا أو أكثر تكلمت في أحد مقاطعي في اليوتيوب في قناتي فيما يخص وسيم يوسف، وكنت من أكثر المنتقدين لأني حسيت بدأت أشتم رائحة خيانة وغدر في أسلوبه، وبدأت أعرف أن هذا الشخص مندس استخدم قناع الدين عشان يقدر يخش في بيوتنا وصرنا مجتمعاتنا بهذا المسمى ويدس السم في العسل. خلينا واقعيين ونتكلم بكل صراحة. احنا كمسلمين او كأي شخص في اي ديانة اخرى مستحيل انه راح يقبل انه احد يهين دينه او يهاجمه، يقولوا احنا يهود ونصارى جايين نحاربكم. مستحيل راح نرضى ونسكت، حنهاجمهم. كذلك لو كانوا يهود ونصارى قلنا احنا مسلمين جايين نحاربكم، مستحيل انهم يرضوا يسكتوا، حيهاجمونا اما دفاعا او هجوما. في اسلوب اخر للحيلة انك انت تصل لاهدافك بطريقة اخرى مختلفة، زي اللي قاعد يصير في حياتنا في مجتمعنا الان. ناس من بني جلدتنا، ناس من نفس ديانتنا، ناس ناطقين بلهجتنا ولغتنا، لكن في الحقيقة هم أعداء لديننا. هم يخدمون أسيادهم الغرب، إذا قلنا منهم الليبراليين أو العلمانيين أو حتى الناس اللي ما أفصحوا عن توجههم، لكن في النهاية يخدمون أجندات خارجية ضد الإسلام والمسلمين. نقدر نقول عليهم منافقين هذا العصر، زي المنافقين كانوا موجودين زمان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، منافقين هذا العصر. الآن هذا اللي المدعو وسيم يوسف الآن يكذب أو يشكك في صحيح البخاري، اللي هو أصلا في الأساس أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق على الهوى إنما هو وحي يوحى، كل كلام الرسول من عند الله عز وجل. فهو يشكك في هذا الصحيح اللي البخاري رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته أفنى حياته وعمره في جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى ما هو الأول ولا الأخير، يعني في زعماء حكام عرب ثانيين موجودين في المنطقة حقنا قبله قالوا انه ما في الا كتاب الله عز وجل اللي نعترف به، لكن الاحاديث والاشياء الثانيه قد تكون مكذوبه مغلوطه، ما هي حقيقيه ضعيفه. الهدف واحد، اجنده كلهم يعني قاعدين ينفذوها، هدفها واحد: اضعاف الامه الاسلاميه. يبغوا يضعفوا اولادنا وبناتنا ويضعفونا نحن انفسنا ويشككونا في ديننا، عشان بعد كده يوصلوا اللي هم يبغوه بسهوله ويسر من غير تعب، يمهدوا لهم الطريق. مشكلتهم هذول الإسلام من قديم الأزل، من زمان، من يوم ما اتخلقت هذه الأرض، يعني من يوم ما طلع دين الإسلام وهي مشكلة بين اليهود والنصارى. الإسلام هذا عدوهم الأول والأخير، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. أنهاها الله عز وجل، جاب لك إياها من الآخر، لا تتعب نفسك. ما راح يرضوا عنك لو إيش ما تسوي، تنسلخ من دينك، تنسلخ من عاداتك معتقداتك، من مجتمعك، من تقاليدك، تحاول تقلدهم، تحاول تحرم ما حلل الله وتحلل ما حرم الله، وتحاول ايش ما تسوي من انسلاخ عشان ترضيهم. ما راح يرضوا عنك، ما راح يرضوا عنك ابدا، لين تتبع ملتهم، لين تحارب الاسلام والمسلمين، لين تكون معاهم عونا لتدمير الاسلام والمسلمين، لين تطلع من المله. واعتقد وقتها راح تصير انت خسران دنيتك واخرتك، يعني تتقابل انت وياهم في قعر نار جهنم هناك في صقر، تحتسوا صقر مع بعض، تحتسوا الخمره وتلعبوا وتنبسطوا تحت. ما بستغفر الله اخش في امور. ايش اقول لك، بس ايش اقول لكم يعني، لازم عشان ترضيهم تنسلخ من دينك، يعني انسلاخ كامل وتام وتصير يهودي او نصراني. فايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ماني فاهم. يعني تشكك في صحيح البخاري عشان بس تبين انه تغير في مفاهيم الدين؟ والله العظيم ما راح تقدر، والله العظيم الدين هذا حافظ الله عز وجل الى قيام الساعه. حاولوا قبلكم كثير من ايام الرسول، حاولوا كثير، ما حد نجح ولا راح ينجح ابدا. يا اخي احنا عصاه، يا اخي احنا فينا السبع ذمتها من الذنوب، يا اخي احنا فينا المشاكل كلها. لا احنا انسان ملتزمين دينيا، ولا احنا ناس يعني ايش اقول لك، يعني الايمان والتقوى تقطر مننا. لا يا عزيزي، لا، كلنا عارفين انه لو الذنوب رائحه فينا اقسم بالله انه احنا نفسنا ما طقناها من عفنها. لكن يا اخي ما نحارب ديننا، ما نحارب الاسلام والمسلمين، نذنب نحن ونستغفر ونتمنى الله ان يتوفانا مع المسلمين وان الله ياخذنا شهداء، يحتسبنا شهداء، ولا نموت دائما نقول يلا حسن الخاتمه. نحارب الاسلام والمسلمين واحنا مسلمين. لعنة الله على المنافقين وعلى من يحاربون الاسلام والمسلمين. يا اخي انت وجهك هذا اللي جاب الواحد ايش اقول بس، باي وجه. وابشرك انت الان الورقه محروقه، ظهرك مكشوف، حسووك كذا، شايف كيف كذا، يشوتوك شوطه، خلاص انكشفت، ما عندك اي لازمه، انتهى دورك وطلعت.
من وسيم يوسف ما ابغى اطول في الموضوع لانه يجيب الحموضه للامانه. يعني هذا الشخص من يوم ما طلع ويحارب في علماء السنه والمسلمين، ولما شاف خلص منهم قال الله راح احارب في اسلافنا وعلماءنا العظام الكبار القدامى اللي توفاهم الله عز وجل. يعني والله العظيم نعلهم انه اطهر من وجههم. لكن ما علينا، خلونا منه، اتركوه على جنب هذا النتن، خلونا فيما هو اهم. الحادثة اللي صارت لاخواننا المسلمين في نيوزيلندا في المسجد، قسم بالله لما شفت الفيديو اني قاعد ماني مستوعب الفيديو، مصدوم. قاعد انا قلت يمكن لعبة بلاي ستيشن ولا هو فيلم ولا ايش بالضبط. ما هو منطقي لهذه الدناءة، يعني لهذا الاستحقار وصل فيه الرجال هذا. المصيبة الأكبر والألعن من هذا كله رد فعل الدول العربية والإسلامية، ردهم رد بارد جدا. لو انه مسلم اللي قتل نصرانيين ولا يهود، قسم بالله كان ردهم يمكن اقوى من كده. ماني فاهم تبغوا ترضوا مين بالضبط، والله ماني فاهم. ايش اقول المصيبة الأكبر انه في زعماء عرب كانوا المصيبة الأكبر انه كانوا يحرضوا هذول الزعماء، يحرضوا على اخوانهم المسلمين في اوروبا. تخيلوا، والله العظيم قاعدين نحرض عليهم، قاعدين يعني قال لك ايش، انه احنا احنا كمسلمين، هم بلسان حالهم يعني قاعدين يقولوا للغرب ترى ننصحكم وننبهكم، ترى في مسلمين ارهابيين متخبيين عندكم في المساجد. تخيل، ترى ما انتم دارين عن المسلمين، احنا ادرى منكم، احنا مسلمين ندري ادرى منكم، تراهم قاعدين في المساجد عندكم يحرضوا على الارهاب. ينتبهوا، هيروحوا المساجد وراقبوها، هيروحوا المساجد وراقبوا المسلمين قاعدين يحرضوا انهم يسووا عمليات ارهابيه. احنا نصحناكم، احنا قلنا لكم، واحنا خلاص انتم حرين، الكره في ملعبكم، امسكوهم، افرموهم، اسحلوهم، اذبحوهم، سووا اللي تسووه، المهم احنا حذرناكم. تخيل مسلمين، تخيل بدل ما يدعموهم ويحسنوا صوت الاسلام والمسلمين. المصيبه يعني الفشيله انه الاستخبارات هذول، الاستخبارات طلعت اذكى من هذول، والله اذكى. يعني احنا هو استخبارات، هذه استخبارات دول اوروبيه فاهمه، ما في شيء، فاهمه كل شيء. شايفين الناس في حالهم، اللي يصلي واللي يصوم واللي ياكل واللي يسترزق الله في حاله، سايبينهم في حالهم، في ديمقراطيه، في حريه هناك. ما لو ارهابيين حيسبوهم يعني. بس لما تتكلم انت مع عامه الشعب ويسمعوا كلامكم كمسلمين وكزعماء دول تحرضوا على هذول، ويسمعوا هذول يكونوا متطرفين يهود او نصارى، يصدقوا. طبعا جاهل ما هو متعلم من الشعب، ما هو سياسي محنك مثلا ولا استخبارات فاهمين، لا سمع صدق، اي والله دول نروح نذبحهم. ليش ما نذبحهم دول؟ نستنى يقوموا يذبحونا، نستنى يقوموا ينقلبوا علينا؟ اذا كانوا زعمائهم حكامهم حذروا منهم، احنا نقعد ساكتين ولا نستنى حكومتنا اللي نايمه؟ هم كذا يشوفوا حكومتهم، شال الرشاش وراح ذبحهم، يقول لك انتقاما ليه. ايش هذا يا اخي؟ ايش هذا؟ ايش الذل اللي احنا فيه هذا؟ ايش الذل؟ نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. الفاروق رضي الله عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ولا أعتقد أن هناك ذل أكثر من الذل اللي احنا عايشينه الآن. التاريخ يشهد عندما أسلافنا أعزوا الإسلام والمسلمين وتحاربوا وتناحروا لرفع راية الإسلام والمسلمين، أعزهم الله وجعلهم قادة لدول العالم، يقودون العالم بعزة وفخر وافتخار. للأسف نصيبنا أنه احنا تولدنا في هذه حقبة الذل والهوان. احنا عندنا أوروبا وأمريكا هم همنا الوحيد، رضاهم عندنا أهم من أي شيء. وأكرر قوله تعالى: لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ما في أمل. الحل الوحيد أن نعود كما كان الإسلام، أن ننصر الإسلام كما كان سابقا، كما خلق الإسلام. وهذا الله أعلم متى راح يكون. في خضم كل هذه الأحداث نصيحتي لك ولنفسي قبل أي أحد، نصيحة لكل مسلم ومسلمة، مهما كنت ومهما كان فيك من ذنوب ومعاصي، إياك أن تتخلى عن دينك، إياك أن تتخلى عن مفاهيم دينك، لا تجعلهم يفتنونك. كلنا ما احنا ملائكة، كلنا عندنا أخطاء وعيوب ومشاكل، لكن في النهاية مؤمنين إيمان كامل وتام بأن الإسلام الدين الحق، ومن ما أنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ما أنزل إلا من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تخليهم يضحكوا عليك، لا تضحك على نفسك أنت. في النهاية كلنا راح نموت، كلنا راح تحط في قبرنا. لا تراهن بشيء أنت مؤمن وكنت مؤمن إنه هو صح، لا تراهن عليه وتغير مفاهيمك، وعند الله عز وجل تجد ما لا يحمد عقباه. انتبه، ايش ما كان عندك من ذنوب ومعاصي زي اي احد تاني، استغفر الله وتوب، واتمنى الله انه يتوفانا احنا تائبين باذن الله، لكن لا يضحكوا عليك وغير مفاهيم